وصفتنا النهاردة هنعمل زي ما انتوا شايفين كده مربى اليوستفندي. طبعا هو موجود بكثرة دلوقتي وتحفة ولون وروعة، يعني هو نفسه مغري. انا جبت الكمية اللي انتي عايزة تعمليها اعمليها، بس هتوحدي المقادير كلها واحدة. انا بحب اليوسفندي جدا فقلت اعمل يوسفندي. عايزة تعملي برتقال مفيش مشكلة، نفس الخطوات اللي انا اعملها اليوسفندي اعمليها للبرتقال. انا كمان بحب الوستفندي فيه لسعه كده، انا بحبها. في كتير قوي من الناس ما بتحبش اللسعه دي، يعني ولادي مش بيحبوها. فانا نقعت القشر ده في ميه بتاع نص ساعه وغيرته. انتي لو مش حابه اللسعه دي اديله غلوتين كده بتاع 10 او ربع ساعه على النار و... وتخلصي من الميه اللي هتنزل دي، اللي هتنزل فيها اللسعه والحاجات دي كلها. يعني هكرر تاني، لو انتي حابة لذعة اللوسفنجي اوكي اغسليه زي ما انا غسلته نص ساعة يتنقع وخلاص. لو انتي مش حباها وزي ولادي مش محبوهاش، اغلي القشر ده. شوفي انا بحط عليه المية دلوقتي، اغلي القشر ده وصفي المية بتاعته وبعد كده ابتدي اشتغلي عليه. اول حاجة لازم اعملها في حلة او صينية او طاسة تكون تقيلة، تكون ستانلس او حديد، ويكون ليها قاعدة بالشكل ده، تكون تقيلة. لان ده هياخد مننا تسوية حوالي ساعة وعلى نار هادية وهنتابعه. فلازم تكون المكان، الحاجة اللي انت هتعملي فيها تكون تقيلة. فاحنا اول هناخد الكوبايتين او ايا كان المقاس ايه اللي احنا عملناهم دول، غسلتهم وصفيتهم خالص من المية، وهحط عليهم بالظبط قد دول برضو سكر مرتين. طبعا الاستفندي ده انا هاخده دلوقتي هعصره، لان انا حطيت كوبايتين من القشر، يبقى انا هحط كمان كوبايتين من عصير الاستفندي. خليكم معايا. ادي اول كوباية، ودي تاني كوباية. هسيبهم كده واسيبهم نص ساعة برضو، مش هلعب فيهم ولا احطهم على النار ولا حاجة. لا، كل اللي انا هعمله هسيب السكر فيها كده، هقلبه بس عشان يتخلل كده القشر. هسيبه نص ساعة كده او ساعة لحد ما ايه السكر ده يدوب جوه قشر اللوسفندي. طبعا انا عايزه اقول لكم ان اصعب حاجه كانت في الموضوع هو عصير اليوسفندي، فطبعا انا رحت ضرباه في الخلاط لانه ايه كان صعب شويه. فاحنا هنبتدي ننزل بالعصير، دي واحده ودي التانية. كده خلاص انا هاخدها بقى على البوتاجاز واسيبها بتاع نص ساعة، بس هفضل طبعا متابعاها، لان انتوا عارفين اي مربى بتقعد تطلع ريم من فوق كده وحاجات بيضة، فاحنا لازم كل شوية نشيلها. ونسيت اقول لكم حاجة، يعني مهم ان احنا لازم يكون محضرين معلقة جيلاتين، هتفرق قوي في القوام بتاع المربى او شكلها. لان لما تيجي تاخدي معلقة من البرطمان كده تبص تلاقي حفر فيها، ما بقتش سايبة ومش متماسكة، لا لازم تحفر. تعالوا نروح البوتاجاز. انا جيت بيها كده على البوتاجاز وهسيبها بقى لما تبتدي تقلب وكده وتطلع الحاجات نشيلها مع بعض. خليكم متابعين معايا. بس انا عايزه اقول لكم النهارده يوم مش احسن حاجه خالص. انا بعمل كل ده والميه قطع، بس مش هعلق. انتوا فاهمين اللي ورا الكاميرا عامل ازاي. عشان اعزز اللون هحط لون غذائي اللي هو اللون الاورنج، حاجه بسيطه قوي كده عشان تديني ايه كثافه في اللون نفسه. بس كده. طبعا انا حطها على نار هاديه بقى براحتها. شايفين هي ابتدت تقلب معانا اهو.
وابتدى الريم الابيض اللي انا قلت لكم عليه ابتدى يظهر، بس استنى لما يتجمع شويه. هنبتدي بقى نشيل الحاجات دي، كل ما يتجمع نشيله. انا خلاص هديت النار خالص، شايفين يعني تقريبا اللون الابيض خلاص اختفى، وانا هسيبه كده على نار هاديه. طبعا مش هغطيه لانه لو غطيناه هيفور، هسيبه كده شويه. ومرحله حط الجيلاتين يعني لسه شويه عليها لما ده يستوي خالص. كده تقريبا خلاص، يعني ايه الشرايح كلها استوت، والسائل كمان ابتدى ايه يتقل. فاحنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ان احنا هنحط معلقة من الجيلاتين، هنقلبها. هيدوب ما تقلقوش، بس كده. تغلي كمان شوية وبعدين نطفي عليها. كده خلاص بقى عندنا مربى يوسفي. زي ما قلت نفس الفكرة هنعملها في البرتقال، بس انا بحب اليوسفي اكتر. خلاص كده احنا بقى عندنا مربى. طبعا انا هعبيها في البرطمان دلوقتي وهي سخنة. طبعا انا جايبة برطمان ومعقمة كويس قوي، وهعبيه كله. هعبيه كله هنا، بس عشان سخن خلينا بس ايه. طبعا انا حطيت معلقة هنا في الطبق وهنسيبها في التلاجة كده وهنشوفها مع بعض. انا خلاص هنا عبيت البطرمان زي ما انتم شايفين، اداني الكمية دي، يعني اقل من كيلو شوية، لان ده كيلو. هغطيه، طبعا هو سخن، هغطيه وهسيبه في التلاجة لحد ما يبرد خالص، وبعد كده هدخله في التلاجة.